انا حصوات الكلى، ما بتحبش تشرب ميه وعايش على المخلل واللحمه والحاجه الساقعه. تعالي معايا اوريك انا بضر جسمك ازاي، وهقول لك ازاي تتخلص مني. انت اللي صنعتني. لما ما بتشربش ميه البول بتاعك نسبه الاملاح والسموم فيه بتبقى عاليه جدا، وانا بقى بقف في كليتك اجمع الكالسيوم مع الاكسالات والحمهم في بعض. احلى لحظه عندي لما اقف بالعرض في نص الحالب بتاعك. البول ما بيعرفش ينزل فبيرد تاني على الكلى، وبالتالي الكلى بتاعتك عماله تتنفخ وتورم. الاعصاب بتاعت الكلى والمعده متوصلين ببعض. اول ما بضغط عليك ضغطه محترمه اشاره الوجع بتضرب في معدتك، فتلاقي نفسك عندك غثيان ومش طايق ريحه الاكل. مخضوض انك بتدخل الحمام تلاقي لون البول احمر؟ ما تخافش، دي مجرد خدوش بسيطه. وانا نازل في الحالب بجرح في الجدار الرقيق بتاعك، ولما بقرب اوصل للمثانه بفضل استفز جدار المثانه واخليك حاسس انك هتموت وتخش الحمام، ولما تخش تلاقي نفسك مش عارف تعمل حمام. اول ما بقرر انزل في الحالب بتاعك، الحالب اضيق من حجمي، انا بعورك بسناني الحاده بنزل عافيه، واعمل لك مغص كلوي يخليك تخبط دماغك في الحيط. تاكل لحوم وبروتين حيواني كتير. انت كده بتعملي تحديث وتغير نوعي من اوكسالات لحصوه يوريك اسيد، بخلي البول بتاعك نار. انت اللي بتخليني قوي عشان تدمرني وتغسل كليتك وتمنعني ارجع تاني. انت محتاج غسيل محترم وتعرف ايه اللي تاكله وايه اللي ما تاكلوش. الوصفه سيبها لك في اللينك اللي في اول تعليق. انا اللي هدمرك، يا تغرقني في الميه وتفتتني، يا اما هخليك تتوجع كتير. حافظ على صحتك وشير الفيديو وانقذ غيرك.